فهمت عليك. هلا هو شوف، من حيث المبدأ كلامك صحيح. منطقي. لا لا، منطقي وصحيح. قيم المزح، حط الأنجلة. كلامك منطقي وصحيح، صح. بس من حيث ترتيب الكلمات مع بعض بتحس انه فيها شوي هيك مزح، بس هو حقيقة كلامك منطقي. يعني كلامك منطقي ومفهوم. انا على شنو انقهر واروح انزل ستوريات حزينه ويا خساره ويا ما ادري شنو. فقبل بدل ما انزل ستوري اروح قبل اتصل على ذيك واحكي لها انا حبيبتي خانتني وهاي راح تعطف علي وتحبني. طيب هلا اللي بتحبها شو اسمها؟ ها؟ شو اسمها اللي بتحبها؟ يا من اي وحده فيهم. انا ماني حابب احرجك، بعرف انه ممكن تبعت لي على الواتساب، ولا ابعت لك رقم. اوكي. بس يا ترى بتبلش بحرف الراء، ولا هاي 56 ناصب علي انت؟ هو أنا بالحرف الراء اكو، بس يعني اكثر من وحده بحرف الراء. طيب اي ايه أمم. والله والله يعني معروفة ولا لا مو معروفة؟ اي معروفة. ما في مشكله. يعني ما عم اقول لك في مشكلة ولا ما في مشكلة، انا عم اقول لك انه يعني بالانجليزي شيء يعني public figure، يعني انه نو بروبلم no problem at all. But I know بس انه Yes. يعني انه انه هي معروفة من بتعرفها من التيك توك، بتعرفها من مكان له علاقة بالاعلام، يعني معروفة. نعم ما معروفة. نعرف. اي نعم معروفة. حلو ايه. واليوم الله انا يخليك. حبيتها اكثر بصراحة. ليش؟ شو المزايا المختلفة؟ لقيتها منزلة منشور وكاتبة مسافرة ما اعرف شنو، وكاتبة بفلوسي ما ادري شنو، يعني هذا الدليل انه هي عندها فلوس. يعني لهيك انت حبيتها، يعني على طمع؟ لا بس يعني امنت، يعني صارت عندي ثقة انه انا احبها اكثر. معناتها مو على طمع يعني. يعني انه انت امنت انه هي مو طمعانة، انه عندها فلوس فما راح تطمع. صح. اي. هلا الله عليك واحلاك يا حوزة، الله عليك واحلاك. طيب اسمع لك هلا، اذا طيب هي تفكيرها بيشبه تفكيرك. والله العظيم استاذ وائل هذا موقف يعني حقيقي. مرة انا ليك، انا ما باخذ كلامك الا على محمل الجد، صدقا انا بصدقك بكل شيء. مرة امي قالت لي خلاص انت لازم تشوف حياتك وانا بدي اشوف جهالك، فلازم نروح اخطب لك. قلت لها شنو؟ كان تقول بنيه على انا اعرفها، وبنيه خوش بنيه ودكتوره ولا تعرفك ولا شايفتك ولا انت شايفها. حلو. قلت لها خلاص. حلو. فالمهم رحنا، فكان انا قاعد، كان هي تقوم تمدح بي امي، كانت تقولها ابني بعمره ما شايف بنيه ولا يحكي ويا بنيه. طبعا امك ما بتعرف انه انت على التيك توك يمكن. تقولها وليدي من الشغل للبيت، من البيت للجامع، ابد ما يطلع، بس انا لما انزل المحل ابد ما شايف بنيه بحياته. بحياته. ايه شو ليش مو يطلع ابو البنيه متابعني؟ كان يقول انا من يوم تابعت ابنك بعمري ما جبته ويا رجال. قلت له ما مجبوره تكذبين انت، على شنو تكذبين؟ فالناس لما شافهم قالوا هذا حس وهاي، طمعوا الناس، فقام يطلبون. اول ما طلب يقول 200 مليون، 100 مقدم و100 مؤخر. 200 مليون 200 مليون يعني كم على الدولار؟ 200 مليون يعني يطلع تقريبا بال 150 ألف دولار اكثر.
قلت له خالو بطلعهم خالو